السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني مشاهدي ومتابعي قناة قالوا الفضائية. جاءنا الخبر العاجل توا، فقد تناقلت وكالة الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السعودية منها والعربية خبرا مفاده صعود شاب سعودي إلى كوكب المريخ وقيامه بعمل بث مباشر من كوكب المريخ، إلا أنه لم يعرف لحد الآن متى وأين وكيف صعد إلى المريخ وكيف قام بهذا البث من كوكب المريخ. وإن صح هذا الخبر فإنه يعتبر إنجازا للمملكة العربية السعودية في مجال الفضاء، وكما تشاهدون الصور التي وردتنا في هذا الفيديو. بعد إنجاز الإمارات بإطلاق قمر صناعي من أوروبا وحصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022، يأتي هذا الإنجاز الأعظم للمملكة العربية السعودية بالصعود للمريخ. وما نشهده الآن في المملكة من أفراح واحتفالات في كل بيت في المملكة ومنها العاصمة الرياض، ما هو إلا دليل على أهمية هذا الإنجاز الكبير. الوقوف على هذا الخبر وأهميته وأبعاده ننتقل عبر الأقمار الصناعية إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ومع الدكتور محسون الحسون للوقوف على آخر التطورات. السلام عليكم دكتور، كيف حالك؟ وعليكم السلام. طبعا أنا أشكر فيك الروح الأخوية العربية عند نشرك لهذا الخبر في الإنجاز السعودي، لكن كنت أتمنى يا أخي أن يكون هناك تريث بنقل الأخبار ونشرها، لأنه لحد الآن لم نتأكد من الخبر تماما، فهو مجرد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب دكتور، الخبر انتشر والآن الخبر منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والقناة الفضائية ومنها قناتنا. إذا كان الخبر صحيح ما هي أبعاده؟ وإذا كان الخبر غير صحيح فما هي الأبعاد لهذا الخبر؟ طبعا إذا كان الخبر صحيح فإنه يعتبر إنجازا للمملكة العربية السعودية التي سوف تكون من الدول العظمى في مجال الفضاء. أما إذا كان الخبر غير صحيح فسوف تكون هناك صدمة لنا جميعا وللمملكة بالخصوص. لكن يا أخي أنا أسأل أن هذا المواطن كيف صعد وكيف وصل إلى المريخ وكيف عمل بث مباشر، وهل أن هذا البث المباشر تم عمله على شركة آشاسيل أو على شركة زين أو على شركة كوريك؟ أنا لا أعرف لحد الآن. أتمنى أن يكون هذا الخبر صحيح، حتى ترى خلفي فإن الأفراح والمفرقعات النارية والشباب السعودي فرح في عاصمة السعودية الرياض. نتمنى أن تدوم الفرحة. طيب دكتور، أنا أشكرك يا دكتور، وابقى ويانا على الهواء لأن وصلنا خبر جديد إن شاء الله يكون خير. قد وصلنا الخبر التالي من وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الخبر الخاص بصعود الشاب السعودي إلى المريخ هو عار عن الصحة، وهو مجرد تمثيلية من شاب سعودي في صحراء الثمامة في الرياض على مواقع التواصل الاجتماعي. مع الأسف كلنا خيبة أمل على هذا الخبر، وكأن هذا الإنجاز وكيف أن هذا الإنجاز لم يتحقق. عذرا دكتور، أشكر حضورك. ولا ننتقل إلى المشاهدين. إخواني أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعتوا هذا الخبر أنه صار صدمة علينا وما كنا متوقعين. كنا نتأمل أنه أحد الإخوان السعوديين صحيح أنه كان على المريخ، وأتمنى أن تكون هذه بادرة أمل سواء كانت للسعودية والدول العربية للصعود للقمر أو للمريخ. وهذا عقالة قدامكم أنا راح نزعه وما ألبسه إلا يصعدون العرب إلى القمر أو إلى المريخ الكبير. أعزائي المشاهدين، وبنهاية خبرنا هذا نشكر حسن الإصغاء ونترككم برعاية الله وحفظه.